والتعب، لكن سال عادي نشقى على الوليد علشان يتوظف ويرفع راسي في القرية. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام. هيا ما جابك يا ولد؟ يابا قالوا ندي رسوم الجامعة ماشي ما عاد يدخلونش نختبر. مسك يا ولدي، هذا اللي قد اشتغلت بها حق الرعوية كامل، لكن ايشك ترفع راسي قدام اصحاب القرية. امسك. الله يحفظك يابا، ما عليك الا ارفع راسك بين القرية كلهم. سير الله يوفقك يا ولد وينور دربك. واخيرا كملت الشقاء في هذا الارض. امانه اتعبتني من حين اشتغلت بينها، لكن الحين اخلي الوليد يسرد لنا صبح دافي من حق القرى. يابا حفلة تخرجي قريب، قالوا ضروري ندي 20,000 حق القسط ما يدخلون نحتفل الا بها. مساك يا ولدي الموجوده حق الرسوم ما هي الا هي، ادفعها بعدها. تسلم يابا الله يحفظك. لا تنسى تدلي الصبح معك. انا سرد الصبح. ايوه ذا حين كملنا نصرف، عباقي حاجه واحده نفرح بالوليد، ما عباقي الله. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام يا ولدي. اشتي يابا منك حاجة. اطلب. ايش من؟ اشتي غدوة تجي حفلة تخرجي. ولا يهمك، هذا احسن خبر سمعتها اليوم. نجي نفرح بك ونفع هذه ودك، ما معانا الا هذا اليوم الذي نفرح به بس. تسلم يابا الله يحفظك، ما عليك الا اتوظف وارفع راسك. ايوه الحين كملت دراستك، عباقي حاجه واحده، سير توظف. ما عليك الا تصير الان يابا. هذا طموحي من قبل 20 سنه يا ولدي. ما يلا الله يفتح عليك وينور دربك يا ولدي. السلام عليكم، كيف حالك يا مدير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعمة. اتفضل، أي خدمات؟ خلصت دراستي وأجي أتوظف في الشركة حقكم وهو لي فايد. سابق. جيد. تمام. درجاتك حلوة بس الأوراق ناقصة. بس قدم كل الشهادة يا مدير حق الجامعة. بس عاد إنها صارت. سير وقفين وتعال، وأنا أوظفك في الشركة عندنا من عندي. أهلا يا صاحبي العسير، أصير أقدم علشان أتوظف في الشركة. هيا ارجع على المدعي كل أوراقك ناقصة. أيش بتقول؟ أمانة. إي نعم والله ما أقول لك هذا الخبر، كان أصير بجيبي. ارجع. متيم في الهوى يروي حكاية حب مخفية مع من عاش وياهم، ولولا الأمر ما يحوي ما قلت الذي بيها، ولكن بعد فرقهم متيم في. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام يا ولدي. يابا قالوا ضروري الجمعية علشان يقبلوا الوظيفة. ليش يا ولدي؟ اشبه؟ يابا أصحابي بيدخلون لعند المدير ويقولوا لهم إن الأوراق ناقصات، بس ضروري نصير أنا وإقناع ايش بيقول المدير. ليش يا ولدي؟ ساعات كل الشاهد معك، لكن شاجي معك وعلى الله انا دارس علاجه. يلا هي مشينا توكلنا على الله، لكن خلنا نلبس لي الكوت وزعنا. السلام عليكم يا مدير. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. مشي نوظف الولد عندكم يا مدير. صادق، وين الشهادة المؤهلة؟ هات تفضل يا مدير وأول الشهادة.
ايوه امور طيبه. هيا ما قلت يا ابني. ما شاء الله تمام. بس عادينا الاوراق هذول ناقصه. وفهن ورجع به وان شاء الله موجود. ويقول لنا نصيب عندنا في الشركه هذه. ها الا فهمتك يا ابني. ايش طلبك؟ صادر. هذا انا خاطر ان عادي ناقصه. سير وفهن وارجع. هيا قوم يا ولدي. معنا ارضيه نصير نبيعها ونجي. هيا. تفضل. يا سليمان تعال بسرعة. ايش يمزي؟ ايش يمزي؟ اتصل الذي قدموا الوظائف عندنا تمام، كلهم يدوا الزلطة اللي ذكرنا عليهم. الوظائف جاهزات وعنوظفهم الشهر القادم ان شاء الله. الو. الوظائف جاهزة. جيبوا الزلطة اللي قلنا. يلا. الو محمد. الوظائف حقكم جاهزة. الزلطة اللي قلنا لكم ضربوا. ايوه يا مدير، الحين الزلط جاهز، ايش نفعل بها؟ ايوه هيا انت داري ما تفعل بها. سير اشتري الارضية اللي يبيعها عمار ويجي يوظفها لك. الان يا اشترينا ارضية يعني. ايوه رجع والرجال من امثالك القليل هذا احنا خبر سمعتها اليوم. تفضل. مدير وهذا وفينا الاوراق. ايوه امور طيبة على تمام. سادس امورك طيبة. ذكر ولدك باشر عمله من الصباح ان شاء الله، من غدوة الصباح ان شاء الله، وانا ادي له التوجيه ومباشرة العمل من غدوة. سابر يا مدير، اي خدمات ثانية. خلاص سابر، سلامتك الله يفتح عليك. اهم شيء لا تنسى خلي ولدك يفكر. والله انك خطير يا مدير، بس زيت الزلط والاربية. ايوه ولا كان كيف تشتري؟ واحد وقع احمر عين سد يترقى ويوقع مدير وبعدين يمسك منصب سواء. ما هذا اللي يجلس مسكين هو يموت جوع ويروح بيتهم. لا انت احسن مدير عرفتيه في حياتي. ايش؟ الوظائف جاهزة. غدوة غضبط، صلي غدوة انا ارد لك خبر. يلا. يا مدير يا الذي يبدو الزلط واشترينا بها ارضية بالتصميم لي شو يتوظف وايش اقول لهم الخبر؟ كلهم عم تصلهم كما قدم جاهزات. يا مدير عتوظفهم او لا؟ ده الحين نوظفها الابزيان، مش وقت الذي يبدو الزلط، اجلهم. اهم شيء الابزيان نوظفهم عندنا. كان كيف نفعل يا مدير؟ انت مجنون نوظفهم. وايش نقول للذي يبدو الزلط الذي اشترينا بها الارضية؟ كلهم السنة الجاية. يلا خاطرك خير انا بقوم مع عيني عمل. يا أخي أمي رسلتني لعندك قالت تدلع حق إلي تسافر خارج. انت موظف عندنا في الشركة، استلم المعاش وعالج امك. ما فيش معانا صاب نسافر بها الخارج، تدلع من حق هذه عندك نسافر بها الخارج. بعدين انا توظفت خليت الابزياء كلهم في الشركة موظفين. الموظفين الشركة كلهم ابزياء، الا انا وظفتكم من 6 أشجار من مطالبة الزلط. ما فيش كل امك ما فيش. انا وظفتكم بالزلط قضية تقسمها دي عندي تقسمها بوظائف. خابرها يلا أخي. ايوه الحمد لله. قد هذه الارضيه ملكي وهذه الارضيه قديمتي.
وهذه الارضياء والكل ملكي. باقي معي الزوار الرابعه هذه مرور يدي الارضياء مهما كان اخذتها، وارجع الزوار واسيطر عليها كلها ان شاء الله.